السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي. يلا بينا نبدأ الدرس الأول في الوحدة التانية، أخطار من باطن الأرض. احنا النهاردة هنتكلم على الأخطار الطبيعية والأخطار البيئية. هو إيه الأخطار الطبيعية وهي إيه الأخطار البيئية؟ الأخطار الطبيعية الأخطار اللي بتحصل من عند ربنا كده، الإنسان ملوش دعوة بيها نهائي، ليس للإنسان تدخل فيها. يبقى الأخطار الطبيعية دمار كبير، الإنسان ملوش دخل بيه. خلي بالك إن الدمار الكبير ده ممكن يبقى ليه حاجة حلوة، جانب إيجابي وجانب سلبي. خلاص، الجانب الإيجابي بيحافظ على التوازن البيئي، اختفاء عنصر أو ظهور عنصر جديد ده بيحافظ على التوازن البيئي. والسلبية الأضرار إن هو بيدمر البيوت، بيدمر الإنسان، بيدمر الممتلكات. يبقى الأخطار الطبيعية حاجة الإنسان ملوش دخل بيها، ليها جانب إيجابي وجانب سلبي. تمام. الأخطار البيئية بقى حاجة طبيعية مع تدخل الإنسان. يبقى الأخطار البيئية عامل طبيعي وتدخل الإنسان الاتنين مع بعض، وطبعا ده ليه أضرار كبيرة جدا، كوارث بقى بتدمر المباني، بتدمر الإنسان، ممكن تدمر مستقبله. خلاص، الكوارث البيئية طبيعية وبشرية مع بعض، الكوارث الطبيعية طبيعية فقط. تعال نتكلم على أمثلة الأخطار. لو أنا بتكلم على أخطار من باطن الأرض، ده موضوع حصتنا النهاردة، أخطار من باطن الأرض، فأنا هتكلم على الزلازل والبراكين. هتكلم على الزلازل والبراكين. لو بتكلم على أخطار المية يبقى السيول، يبقى الفيضانات. لو بتكلم على الرياح يبقى الأعاصير. خليني أتكلم على الزلازل والبراكين، ده الموضوع اللي أنا عايزاك تركز معايا فيه. الزلازل والبراكين يعني إيه زلزال؟ يعني إيه زلزال؟ الزلزال هزة أرضية سريعة، هزات أرضية ورا بعض متتالية. يبقى هزات أرضية سريعة متتالية بتيجي فين؟ بتيجي في القشرة الأرضية. تمام. إيه الزلزال ده عبارة عن إيه؟ انكسار. برافو عليك. هو الزلزال ده بيجي يضغط على القشرة الأرضية، فالقشرة الأرضية تحصل فيها إيه؟ تتكسر. يبقى ضغط ولما تتكسر هتفضل جنب بعضها؟ لا، حتة تنزل. ولما يحصل انزلاق تحصل ايه بقى؟ الزلزال. نلخصها في 3-4 كلمات. ضغط بيعمل انكسار، والانكسار يعمل انزلاق واحتكاك، فتتحرك المواد المنصهر. وكما قال الشاعر خلاص. زلزال وكفايه علينا كده. ماشي. يبقى ضغط بيعمل انكسار، والانكسار بيعمل انزلاق واحتكاك، فتتحرك المواد المنصهرة. طيب قولها كده عني. الزلزال عبارة عن ايه اللي بيحصل؟ ضغط انكسار بيعمل انكسار، وبعد الانكسار بيعمل تشكك واحتكاك. الانكسار بيعمل الكسرة دي. الصخور لما بتتكسر على طول، الكسر اللي هو اسمه صدع، خلي بالك الكسر ده اسمه صدع، على طول الصدع بيبقى فيه هزات. فهنا يجي لك يقول لك يعني ايه صدع؟ هو ايه الصدع ده؟ الصدع دي منطقة الضعف، المنطقة اللي اتكسرت. ما هو الصخور بتضغط على بعض، القوي بيفضل يستحمل الضغط، والضعيف بيحصل فيه ايه؟ بيحصل له الصدع ده. يبقى الصدع ده المنطقة اللي انكسرت، اللي كانت ضعيفة، واللي عملت الايه؟ الزلزال، الهزات، الزلزال. طيب الزلزال ده بيحصل فين؟ أماكن حدوث الزلزال. عارفين سواحل المحيط الهادي؟ عارفين سواحل المحيط الهادي من عند آسيا ومن عند أمريكا الشمالية والجنوبية؟ دي منطقة زلزال. أو سواحل هي أمريكتين. سواحل الأمريكتين وسواحل آسيا. سلسلة الجبال اللي ما بين آسيا وأوروبا، سلسلة الجبال الالتوائية، الأخدود الإفريقي في أفريقيا، ومناطق متفرقة في المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي. يبقى أنا عندي 4 مناطق حدوث زلزال. سواحل المحيط الهادي، سواء من عند آسيا أو من عند الأمريكتين،
سواحل المحيط الهادي، سواحل سواء من عند آسيا أو من عند أمريكتين. سلاسل الجبال الالتوائية في آسيا وأوروبا. سلاسل الجبال سلاسل الجبال سلاسل الجبال في آسيا وأوروبا. الأخاديد زي الأخدود الإفريقي، الأخاديد زي الأخدود، ومناطق متفرقة من المحيط الأطلنطي والمحيط الهندي، مناطق متفرقة من المحيط الأطلنطي والهندي. على كده بقى يا ولاد. الزلزال كله نوع واحد، هو اسمه زلزال؟ لا، في زلزال ضعيف يجي ويعدي كده واحنا قاعدين ما نحسش بيه، في زلزال قوي نلاقي النجفة بتتهز، الأرض بتعمل كده، وفي زلزال مدمر تركيا بقى، وزلزال شديد التدمير. بيقول لك ان في الزلزال شديد التدمير ده ممكن يحصل لا خلينا نقول الاول ما النتائج المترتبه على الزلزال. ايه النتائج المترتبه على الزلزال؟ قبل ما تقول لي ايه النتائج المترتبه على الزلزال، راجع تعريف الزلزال، راجع اسباب حدوث الزلزال. هو بيحصل ليه؟ ضغط وانكسار. يعني اول نتيجه في الزلزال ايه؟ ضغط انكسار وتشقق. الانكسار ده هيعمل ايه؟ هيدمر البيوت، تدمير المباني يعني تعطيل حركه السير. قول لي الثلاثه دول تاني. نتائج الزلزال: انكسار، تدمير، تعطيل. 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 ويا لهوي يا لهوي يا لهوي لو الزلزال ده جه في البحر، يعمل حاجة اسمها تسونامي. تسونامي ده ولاد اصل كلمة تسونامي كلمة يابانية معناها حركة المد، موجات المد. عشان انا قلت لك من شوية التسونامي ده المية ترجع لورا وبعدين يلا بيو تشيل بقى الشاطئ، وتشيل النخيل اللي على الشاطئ، وتشيل البيوت اللي تشيل المدينة كلها. المية بتنحصر دي يعني ترجع لورا جامد جدا، ومرة واحدة تطلع لقدام وتشيل أي حاجة قدامها أيا كانت الحاجة دي إيه، تشيلها من مكانها. عندي اعتقاد ازاي بيصحى فيها كده؟ ما هو عشان في زلزال. بيقولك من نتائج الزلزال حدوث موجات بحرية زلزالية. الموجات البحرية الزلزالية دي اللي اسمها تسونامي بتشيل الشاطئ، بتشيل النخيل، بتشيل البيوت. اسمها ايه؟ تسونامي. بتعمل ايه التسونامي؟ تجريف رمال الشاطئ، اقتلاع الأشجار، وتدمير المدن الساحلية. تجريف رمال الشاطئ، صباح الفل. تجريف رمال الشاطئ، اقتلاع الأشجار أو النخيل، تدمير المدن. عارفين إن في تسونامي حصل في شرق آسيا في سنة من السنين، في 2014 بالظبط، سوري 2004 حصل تسونامي في شرق آسيا، مات 275,000 واحد ماتوا. يعني ناس، وعلى فكرة كانوا سياح أصلا، في منهم سياح مش سكان البلد الأصليين، في ناس أصلا كانت في شرق آسيا بتصيف بتشتي اللي هو بتعمل الفسحة بتاعتها على البحر، وحصل التسونامي ومات ناس كتير جدا جدا جدا. طيب يبقى هقول لك تاني أنواع الزلزال: ضعيف، قوي، مدمر، شديد التدمير. أنواع الزلزال: ضعيف، قوي، مدمر، شديد التدمير. طيب نتائج الزلزال 4 نتائج. ضغط يا راجل. انكسار، تدمير، تدمير البيوت، وطبعا تعطيل حركة السير. والحاجة الرابعة حدوث التسونامي. انكسار، تدمير، تعطيل، تسونامي. انكسار، تدمير، تعطيل، تسونامي. الأرض بتتكسر، بندمر المباني، بنعطل حركة النقل والسكك الحديدية، وبيحصل تسونامي. ونتائج التسونامي يا مريم اسمه ايه ده؟ موت الأشخاص، بتجرف الرملة، وبتقتلع الأشجار، وبتدمر المدن الساحلية. ماشي. طب لو حصل بعد الشر يعني زلزال في المكان اللي احنا فيه نعمل ايه؟
ولا تقرب من شباك، ولا تقرب من الاسانسير، ولا تتدافع مع الناس وهم بيخرجوا من المبنى يتزحموا ويزقوا بعض خالص، وتدور على ترابيزه كده ولا كنبه وتقعد تحتها. طفي الكهرباء طبعا. نقولهم تاني: الابتعاد عن النوافذ والمصاعد، الابتعاد عن نوافذ والمصاعد، الابتعاد عن نوافذ والمصاعد، اطفاء المصابيح، اطفاء عدم التزاحم في الخروج من المبنى، عدم تزاحم في خروج من المبنى، والجلوس تحت المنضدة، الجلوس تحت المنطقة. ترابيزه بقى، دلاب بقى، اي سرير، المهم انك تقعد تحت حاجه تحميك. طيب، ما النتائج المترتبه على انزلاق صخور القشره الارضيه؟ النتائج المترتبه على انزلاق صخور القشره الارضيه حدوث ايه؟ هزات أرضية. زلزال، اللي هو هزات ارضيه، اللي هي ايه؟ ولا انا لازم اغني لكم؟ ماشي، مش هغني. لا مش هغني. لا ما تكتئبش. يلا بينا. روح اكتب في زاوية. البراكين. الحاجة التانية البراكين. بص يا ستي، البركان ده عبارة عن اندفاع الصخور المنصهرة والغازات من باطن الأرض. احنا عارفين ان الكرة الأرضية في الباطن بتاعها في ايه؟ مواد منصهرة، صخور ومعادن، في حالتها الليكويد كده من كتر ما هي متعرضة للسخونية جامدة جدا 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 بتبقى سايلة، وهي بتغلي كده معاها الغازات بتاعت الغليان بتاعتها، صح ولا ايه؟ الغازات بتاعت الغليان والمواد المنصهرة دي تتحرك كده من تحت القشرة الأرضية وتضغط. الحتة دي مش ضعيفة، لا مش هينفع أخرج منها، وتفضل تتحرك وتضغط لحد ما تقابل حتة ضعيفة. أول ما تقابل حتة ضعيفة بوب تطلع منها. يبقى الصخور والمواد المنصهرة والغازات بتخرج من المكان الضعيف من القشرة الأرضية، وده يبقى اسمه بركان. يبقى اندفاع الصخور والمواد المنصهرة من باطن الأرض لسطح الأرض، اندفاع الصخور، اندفاع الصخور والمواد المنصهرة من باطن الأرض لسطح، من باطن الأرض لسطح الأرض. أنا دلوقتي حالا قلت لك بما تفسر أسباب حدوث البركان: وجود مناطق ضعف في القشرة الأرضية بتتجمع عندها الغازات وتخرج. يبقى وجود مناطق ضعف بتتجمع الغازات وتخرج منها. وجود مناطق ضعف، وجود مناطق تتجمع عندها الغازات وتخرج منها. زي ما انا لسه قايله لك من شويه اماكن وجود الزلازل، لازم دلوقتي نقارن ما بين اماكن وجود الزلازل واماكن وجود البراكين. اماكن وجود البراكين في الحته دي بقى عايزاك تقول لي هي ولا في اختلاف؟ على السواحل الشرقيه لاسيا والسواحل الغربيه للامريكتين. مش بتفكرك في حاجه؟ هي بالظبط. سواحل المحيط الهادي، سواحل البحار بتاعت المحيط الهادي. عايزه اقول لك ان حفات السواحل دي، الحفات وحوض البحر والمحيط، بيقولوا عليها منطقه النار، حلقه النار. سواحل المحيط الهادي قالوا عليها حلقه النار. ليه؟ عشان في 75% من البراكين. حلقه النار بتاعت المحيط الهادي فيها 75% من البراكين، من قوه البراكين. طيب، البراكين النشطة في العالم 75% منها عند سواحل المحيط الهادي. عندي منطقة تانية، عندي جنوب أوروبا عند البحر المتوسط. عندي منطقة تالتة جزيرة هاواي. عندي كمان منطقة الأخدود الإفريقي في أفريقيا. إيه ده تقريبا كده يعني المنطقة اللي فيها زلزال هي المنطقة اللي فيها بركان. يعني الزلزال بيجي وبعدين بيجي البركان. الله ينور عليك. طب نعيدهم تاني بقى المناطق دي: سواحل المحيط الهادي ودي حلقة النار، جزيرة هاواي، جنوب أوروبا على البحر المتوسط، وجزر والأخدود الإفريقي في أفريقيا. طيب تعالى أقول لك بس في اختلاف. في اختلاف في جزيرة هاواي والجبال. ما هي جبال بقى بين آسيا وأوروبا مش موجودة. جبال بين آسيا وأوروبا زلزال
جزيرة هاواي بركان. طب تعالى اقول لك النتائج المترتبة على البركان. البركان ليه نتائج ايجابية ونتائج سلبية. النتائج الايجابية ان هو بيكون هضاب، بيكون جزر، بيزود خصوبة التربة. والحتة دي فيها سؤال بيقول لك دلل بيشكل البركان جزء من سطح الارض، لانه بيكون الجبال ويكون الهضاب ويزود خصوبة التربة. البركان بيعمل ايه؟ جبال وهضاب وخصوبة تربة، جبال وهضاب وخصوبة تربة، جبال وهضاب وخصوبة تربة. طب تعالى اقول لك بقى الحاجات السلبية، الحاجات الوحشة اللي بيعملها. بيدمر النبات ويلوث المية ويدمر المباني ويضر بصحة الإنسان والحيوان. يبقى يدمر المباني والنبات، يدمر ويلوث المية ويضر بالإنسان، ويلوث المية ويضر بالإنسان، بيدمر النبات ويدمر المباني، بيدمر النبات ويدمر المباني ويلوث المية ويضر بالإنسان. هعيد لك بسرعة كده. الزلزال هزات سريعة متتالية. الزلزال بيتقاس بالريختر، في زلزال قوي، في زلزال قوي مدمر، وفي زلزال شديد التدمير، وفي زلزال ضعيف. البركان عبارة عن غازات ومواد منصهرة بتخرج من باطن الأرض لسطح الأرض من منطقة الضعف، من القشرة الضعيفة في الأرض. الزلزال ليه آثار مدمرة، البركان ليه آثار إيجابية وآثار سلبية. المناطق تقريبا واحدة مع وجود اختلاف بسيط بين مناطق الزلزال ومناطق البركان. مناطق الزلزال سواحل المحيط الهادي في غرب آسيا في شرق آسيا وغرب الأمريكتين، وهو نفس مناطق البركان اللي بنسميها خط النار، عشان 75% من البراكين في الحتة دي. جزيرة هاواي ده بركان. سلاسل الجبال الالتوائية ده زلزال. الأخدود الإفريقي فيه زلزال وبركان. جنوب أوروبا على البحر المتوسط ده بركان. احنا كده خلصنا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. أتمنى أكون فدتكم. السلام عليكم.